السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الأحلام. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم وصفة الكوكيز، وصفة ناجحة مليون في المية، الوصفة الأصلية ديال الكوكيز. كتجي لذيذ وكيجي أكثر من رائع. هكذا تعرفوا واش تعطيو لوليداتكم ياخذوه معاهم المدرسة ويهنيوكم من كل مرة اش خصهم يديو الكوطي. هنا غنحتاج الشكلاط، واحد الحفينه ديال الشكلاط اللي قطعته رقيق. هنا حفينه الكركاع اختياري. هنا 100 غرام ديال الزبده نوعيه جيده ديال الاكل. زدت عليها واحد 30 غرام ديال الزبده عاديه يعني المارغرين. هنا 100 غرام ديال السكر البني، تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. هنا غير خصاتني ديك 30 غرام وكملتها بهذيك الزبده العاديه كيف ما ذكرت معكم. ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ باش هكذا تسهل عليكم في الخدمه. غادي ندير كيس ديال سكر الفاني. هاد الكوكيز كيجي كيحمق، كيجي لذيذ بزاف، جربوه كيطلع اقتصادي وكميه ما شاء الله. هنا من بعد ما دعكت الزبده مع السكر مع الفاني مع رشيشه الملحه مع جوج ديال البيضات، خلطوا بيديكم ولا خلطوا بشي طراب. خلطوا مزيان هاد المكونات حتى كتنسجم. وغادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، ما يعادل 3 الكيسان قياس كاس العنبه. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان الزبده والسكر والبيض، غادي نضيف واحد الكيس ديال الكاكاو اختياري حتى هو. لما بغيتوش ديروه ما ديروش، يمكن لكم تخليوهم هكاك بمذاق الفاني. هنا جاو مذاق الشوكولا، جاو اكثر من رائعين، جاو لذاذ بزاف، جاو مقرمشين بحال اللي كتاخذوهم من على برا واحسن. نبدا نضيف الدقيق كاس بكاس وانا كنخلط. خليط الريحه ديالو زوينه بزاف. نضيف الكاس الثاني وانا كنخلط. من بعد غادي نضيف النواشف اللي هما الشكلاط خديت شكلاط عادي وقطعته، تقدروا تعوضوه بالشوكولا حبيبات. انا لقيت عندي هذاك الشكلاط في الثلاجه ودرته. درت واحد الحفينه الكركاع صغيره، حفينه الشكلاط والحبيبات غادي نحتفظ بهم للتزيين. يعني من حاجات ساهلين غادي تحضروا لوليداتكم احسن كوكيز حضرتوه على يديكم وعرفتوا شنو درتو فيه. كيس ديال الخميره من وزن 8 غرام. وغادي نجمع الخليط ديالي. مازال خصني نزيد واحد الكاس ديال الدقيق، ودائما لا خصكم تزيدوا شويه او تنقصوا شويه على حساب نوعيه الدقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض. كملت 300 غرام ديالي ما يعادل 3 الكيسان ديال الدقيق، وغادي نزيد واحد المعلقه باش هكذا العجين ديالي ما يكونش خفيف اكثر من القياس لان البيض كان كبير. لاحظتوا العجين مازال كيتلصق. من بعد ما زدتو واحد المعلقه ديال الدقيق وجمعته على هذا القوام هذا، ما كيكونش قاصح اكثر من القياس. خليته في الثلاجه واحد 10 ديال الدقائق بين ما نجمع البلاصه ديالي ونوجد الفران ونوجد المسائل باش غادي نكمل باقي المراحل ونحيدوه من الثلاجه ونخدم به هكا مباشره.
غادي ناخذ الميزان، غادي نوزنهم، ندير فيهم 30 غرام، وانتوما على حساب الوزن اللي بغيتو نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا درت فيهم 30 غرام. وحاجه اللي نسيتها اني ما ضغطتش عليهم شويه، ضروري تضغطوا عليهم بالكف ديالكم باش هكذا يتبسطوا، لانهم ما هبطوش بزاف، يعني بقاو مقبين كيف ما لاحظتوهم في اول الفيديو. هكا كناخذ العجين كنعبرو، كنكورو كنعبرو، كندوزو في حبيبات الشكلاط غير الوجه ديالو بهذا الشكل هذا. بالنسبه لحبيبات الشكلاط تقريبا واحد 100 غرام. هنا من بعد ما كملتهم غادي ندخلهم للفران على 200 درجه، خرجوا لي 24 حبه. نشعل الفران من الفوق ومن التحت سخون من قبل. هنا دخلتهم للفران، وهنا شوفوا تغير الحجم ديالهم، نفخوا وتسرحوا هكا، ولكن ضروري تبسطوهم شويه بالكف ديال يديكم غير شي شويه. شوفوا الحجم ديالهم جا ما شاء الله، جاو كبار يعني كبيبرين هما هادوك في القياس. الوليدات هكا ياخذوا جوج ولا وحده. نفتح معكم وحيده باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. واخا خليتهم هكا مقبقبين او مقبين ما ضغطش عليهم، راهما جاو طيبين من الداخل وجاو مقرمشين من على برا وهشاش من الداخل، جاو رائعين. كنتمنى فعلا اقتراح اليوم يرافقكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش بلي لايك واشتراك في القناه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. وشكرا لكم وبالصحه والراحه، ونتمنى نجاح الوليدات ان شاء الله.